السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا في صحه جيده. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه خفيفه نعاودوا نولوا شويه لي روتين تاعنا بعد الصيام، ربي يتقبل منا ان شاء الله. قلت نشارك معكم وصفه البغرير، درتها معكم لا ديرنيير فوا مي ما فهمت كيفاش تسوبريمات، قلت نعاودها معكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. هنا انا كيلت بهذا الكاس، نتوما كيلو باش تحبوا. عندي 3 كيسان. شوفوا السميد انا حندير موين، مي تقدري ديري رطب الا كان عندك. انا عندي موين راح ندير الموين. عندي 3 كيسان تاع سميد موين متوسط هكذا. عندي ملعقه كبيره هكذا تاع خميره فوريه بهذه الطريقه. عندي ملعقه كبيره تاع السكر. عندي لافاني على جال الريحه تاع البيض هكذا، اختياري اللي تحب ما ديرش. هنا عندي تقريبا ملعقه صغيره تاع الملح. هنا عندي حبه بيض كامله. هنا عندي الماء دافي، راح نضيف 2 كيسان ونص هكذا. الكاس الاول، عندي الكاس الثاني، وعندي نصف كاس الاخر. وشنو الماء لازم يكون دافي، هاوليك نص كاس الاخر هكذا. ونروحو نخلطوه كلش مليح. نروحو نخلطو هاد المكونات كامل مليح. بسم الله. نخلطو حتى تذوب لنا هذيك الحبه تاع السميد، لازم تخلطو مليح. بهذه الطريقه قلت لكم خلطوا مليح حتى تحسوا باللي السميد ديالكم داب معاكم. هنا عندي كيس تاع خميره كيميائيه هكذا. اذا نروحوا نكملوا نخلطوا هذه الخميره. بسم الله. هكذا نكونوا كملنا البغرير تاعنا. شفتوا بلي طريقه بزاف سهله وما تاخذش كامل منك الوقت. نروحوا نرجعوه في كاش ريسيبيون. هنا نرجعوه في الريسيبيون. شوفوا القوام كيفاش داير هكذا، ونخلوه يرتاح تقريبا 10 دقائق باش نروحوا نطيبوه. هاوليك القوام فوالا. نروحوا نخلوه يرتاح 10 دقائق، ونروحوا نسخنوا المقله تاعنا ونحطوه يطيب. هنا بعد ما ارتاح لي البغرير تاعي للامانه خليته يرتاح غير 4 دقائق 5. بسم الله. الحبه تحبيها كبيره تحبيها صغيره، انتي تتحكمي في الحجم ديالها هكذا. سقميها غير شويه وخلي البغرير تاعك يطيب. شوفوا النتيجه ما شاء الله تعطيها لنا من اول حبه. شوفوا كيفاش راه ينطق بروعه. هكذا سقمي الحبه تاعك مليح وخليها طيب. اذا هاوليك البغرير تاعنا صدقوني جا ولا اروع، جا ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا، يجي ولا اروع. تبعي برك المقادير وكي شتي بلي ما درناهش بالفارينه، درناه غير بالسميد ودرتوه بالسميد موين. الا كان عندك سميد رطب تقدري تانيك ديري سميد رطب. شهيتك في الجنه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربي الوصفه وتبارطاجيها.
نتمنى ان شاء الله تجربي الوصفه، ومع السلامه.